هاي جماعه، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي بدنا تي في. ان شاء الله تكونوا كامل مليح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اهلا وسهلا فيكم اللي اول مره يزور قناتي، ومرحبا بكم، نورتوني. واهلا بالجمهور تاعي والمتابعين تاعي القدامى واللي دائما يتبعوني واللي اوفياء ليا. اهلا وسهلا فيكم. يجيكم بروتين جديد بطاقه ايجابيه. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا، اللي مش عامل لايك يدير لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، لانه على بالي مش حيندم، وان شاء الله مش حيندم، ان شاء الله يستفاد بالعكس، وحيكون هاد القناه تكون خير عليكم يا ربي. ومرحبا بكم، ويلا نبداو لا فيديو تاعنا تنهار اليوم، ويلا هنطيبوا كيف كما راكم تشوفوا. هنايا جبت جوج حبات بصله، وجبت تاني باش نقطعهم، جبت الحطبه تاعي باش نقطعهم رونديلات. يعني انا كنت نقشر فيها، بعد ما قشرتها بديت نقطعها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. قطعتها يعني بيدي، ما رحيتهاش البصله ديالي. جبت انا جوج حبات بصل كبار، وكان عندي اللحم يعني في الكونجلي. كي جبته حطيته في الكوكوطه، وكان طاب نص طياب. هنا جبت البصله ديالي، وجبت المقله تاعي، درت فيها كميه تاع الزيت، وحطيت البصله ديالي هكا باش نحطها تتقلى تماما، يعني تتقلى مليح مليح مليح. هنا اللحم تاعي جيت باش نشوفه الى طاب ولا كيفاش. خليته اكوتي، وجيت باش نقلي البصله تاعي مليح مليح حتى تدبال، باش نبداو الوصفه تاعنا تاع اليوم. بعد ما دبال البصل تاعي يعني قليته شويه، ماشي دبال، قليته شويه. بديت نحط اللحم باش نقلي البصل واللحم تاعي كيف يعني نقليهم مع بعضهم كما راكم تشوفوا هكا. نخليهم يتقلاو، ونقعد نحرك هكا باش ما يلصقوش. وبديت هنا ما بيتواو يتقلى، درت لي زيبيس، درت ملح، درت فلفل كحل، راس الحانوت، شويه تاع راس الحانوت ثاني، فلفل كحل، وشويه تاع كركم، لا وشويه تاع عفوا تاع العكري. وكما كنتوا تشوفوا راني خلطوا البصل ديالنا وبدا يتقلى مع اللحم تاعنا، وراهو البصل بدا يدبل كما راكم تشوفوا. وهنايا جيت اكوتي باش نقلي البطاطا، لانه في هذه الوصفه تحتاج انه نقلي فيها البطاطا. هنا بعد ما تقلات البصله تاعنا واللحم، مرقت وخليته يطيب على نار قليله، لانه اللحم تاعي كان محتاج انه زيت يطيب. حطيت الزيت تاعي تاع البطاطا تسخن، وهنايا قشرت البطاطا باش يعني نقطعها وكلش. الوصفه هذه بزاف راح تعجبكم، بزاف راح تجي بنينه. نتمنى انكم تجربوها، لانه بزاف هايله، بزاف بنينه. يعني روعه راح تعجبكم. جربوها، يعني سهله، ما تكوني يعني خدامه ولا تكوني يعني حاجه خفيفه وديريها بالزربه. انا دخلت في نص ساعه طيبت هاد الاكله هذه. حطيت الكوكوطه تاعي اكوتي، قسمه طابلي شويه اللحم هكاك نص تاع باش نحي على روحي، ومنه كان عندي البقري لانه كان عاصي شويه. او ميم طون غير عاودت وليت بديت في الوصفه تاعي. انا حطيت البطاطا تاعي باش طيب لي، وكما راكم تشوفوا راني هنايا في الفرن نورمال، ماني بلا طابونه، ويعني البطاطا تطبطش شويه باش طيب وتعذبني. يعني في رمضان نظن اني نجبد قلت لك بانينوز، نجبد الفريتوز تاعي احسن واحسن. وهنايا ما بيت كانت الماكله تاعي الطيب. هنا قلت انه ندير كيكه بالبرتقال، بما انه رانا في فصل الشتاء، ويعني البرتقال راهي كاينه ووقتها. يعني كما راكم تشوفوا هنا قطعت حباتينا بقشورها، كما راكم تشوفوا خلوها بقشورها، قطعوها كما قطعتها انايا، نحطوها وحطوا فوقها كاس تاع سكر. حباتينا قلت لكم بقشورها، ما تقشروها ما والو، معاها كاس تاع سكر، وثلاث حبات تاع ولاد الدجاج، ولا 3 حبات بيض كما راكم تشوفوا هنايا هكا، حطوهم معاهم. هاد الكيكه راح تجي بزاف بنينه، وراح تجي فيها طعم البرتقال، راح تجي هايله بزاف ومليحه في فصل الشتاء. كما كتشوفوا هنا حطيت شويه لافاني، وبديت نميكسي. عندكم لافاني سائله احسن من البودره. هنا بديت نميكسي فيه ونرحي فيها حتى التشينه تاعنا والخليط تاعنا كامل يتميكسا، يولي يعني خليط هكا يكون شويه ثقيل كما راكم تشوفوا. هاد الكيكه اللي كنت تشوفوها حتجي خفيفه بنينه، وجامي جربتها. انا كي جربتها عجبتني، شفتها في تيك توك، وكي جربتها
بزاف 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 راح تجيكم بنينه، حتى يعني تحبوا تتحلوا فيها ولا في الليل مع اتاي. انا كيما كتشوفوا بعد ما نطيب نحب هكا ندير عفسه اللي تسخن الدار هكا في الليل، نحس بالدفء هكا، ونحب يعني هكا في الشتاء نوقف في الكوزينه وندير وصفات كيما هادوما وكيكات هايلين اللي صباح ربي كنوضوا الزيت كيما كتشوفوا هنا قهوه حليب ديروا هنا كملتوا بعد ما كاس مليح، يعني الميلونج ديالي صباعكم قيس هكا شويه، مهم كاس الى ربع تاع زيت، وزيدوا خلطوا وميلونجيو مليح حتى تتخلط مليح كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما تخلطوا مليح هكا حوالي هكا 2 دقائق، لازم هنا الوصفه تاعكم لازم ترحوا مليح التشينه. وكما قلت لكم هنا اهم حاجه انكم تخلطوا مليح بالباتور بالميكسر تاعكم. المهم هنايا دوكا خلاص راح ندير الفارينه وبيان سور الخميره الكيميائيه. هنا بديت نقيس انا بالكاس هذايا، نفس الكاس دائما نخدموا بنفس الكاس اللي كنت خدموا به. هنا حطيت كاس واحد هنا كما راكم تشوفوا، وبيان سور غربلوا الفارينه باش لاباط تاعكم تخرج فيهم القلابز هذوك كلها باش تتخلط يعني مليح. كما تشوفوا هنا درت الكاس الاول وزدت خميره كيميائيه لحوالي 10 غرام هكا، خلطت مليح. بون هي تشد هكا قيس 2 كيسان وشويه قريب 3 كيسان، مي انايا جاتني قيس 2 كيسان. يعني نتوما شوفوا على حسب لافارين تاعكم. شوفوا انا كي استعملت هاد الفارينه انا جاتني قيس 2 كيسان هكا باش تجيني خفيفه، ما حبيتهاش انه تجيني ثقيله ونثقلها بزاف. استعملت هاد المول هذا بعد ما غلفته بالبابي كويسون، هذا اللي جاي اللي يديروا به الكيك الفرنسي كما راكم تشوفوا فيه. وها هو الميلونج تاعنا، ها هو القوام تاعو، ما هو خفيف ما راهو ثقيل، ويجي هايل ويجي خفيف، يعني مش حيجيكم ناشف ولا ماشي مليح، راح يجيكم خفيف 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 بزاف. المهم هنا تحطوه يطيب على نار قليله. انا نقصت الفرن تاعي كامل ابن باسكو لاباط هذه انا ولا شدت ليه هكا 45 دقيقه وهي طيب، يعني راح تشد لكم الوقت. حطوها تخلوها تطيب في غردها، ديروا البابي كويسون باش تقدروا تجبدوها فاسيلمون، وبصحتكم راح تشوفوا النتيجه راح ترجعوا. وانا يعني عجبتني واكيد نزيد نجربها، سورتو هكا فصل الشتاء. يعني هاد الوصفه الشتويه 100%، سورتو فيها تشينا بحبه تشينا وانتي درتي احلى وصفه. ما كاينش ما عندوش الزيت والفارينه في الدار، يعني انا دائما نخلي الفارينه خميره كيميائيه نشري باش كي تنفح لي على وصفه ولا نديرها. المهم هذه هي الوصفه تاعنا، دوك ندخلها للفور بيان سور. كما قلت لكم حطوها على نار قليله طيب بعقلها. وهنا رجعت العشاء تاعي بعد ما كانت لاصوص تاعي اللي طابت مع اللحم ديالي، كانت طابت هنا خلاص. دوك البطاطا تاعي المقليه تاني طابت. ايبا تجي هاد لاصوص هكا تجي صوص بيضه و تجي صوص بيضه، وحطي هكا فوقها البطاطا تحبي تحطيها معاها نورمال. وتحبوا يعني هو كباب باللحم، تحبوا يعني اللي ما يحبش البطاطا يشمخها عادي انه تحطيها. انا حطيت غير شويه، كاين اللي يحبوا البطاطا تشمخ كاين اللي ما يحبوش. وبيان سور شوفوا الماعن اللي راهم يستناو فيا درت شويه كيكه مع شويه الماعن شويه تاع الفطور تاني ما غسلتهمش، مع انه ما طيبتش الفطور. مي شوفوا الماعن ايوي هذه هي هذه هي الكركبه هذه. انا كنت ناعيه كي ندير هكا ومن بعد نصيب الماعن هادو كامل، والله غير ناعيه صراحه. الماعن يخلعوا وانا نتفكروا رمضان هذا رانا هنا يعني فاطرين وشوفوا واش كاين يعني في رمضان دوبل. عندها الحق هذيك اللي دارت منشور في تيك توك انه شرات الماعن تاع جوطابل وحطتهم قالت لك هذوما الماعن تاعي تاع رمضان. وغا عندها الحق كي ندير كيما هي وخلاص ياكلوا نرموهم، وحنا فريناها علاش كل يوم نغسل وكل يوم صحتنا برك تروح ووقتنا يروح. المهم كما كنتوا تشوفوا هنا بعد ما غسلت البوطاجي مليح بالطبع والشان ونقيت والله هنايا بديت نغسل الماعن تاعي. درت الرغيوه ديالي وبديت نلكيديهم هكا ما بيت الكيك ديالي راهو يطيب راهو في الكوشه. انا تاني قسما نكمل ونطيح سوا مع الكيكه تكون طابت. وهنا واخيرا كملت الماعن هذوك اللي كانوا كاريتا وخرجت الكيكه تاعي وصح سوا طحت معاها. وهنا كانت طابت لي كما كتشوفوا، جبتها كانت سخونه جات سوا وفي طيابها سوا يعني جات بزاف هايله كما كتشوفوا. هنا بديت نحيها لكم مي خفت انها تتكسر لي ولا. شوفوا طيابها من تحت يعني ما تحرقت لي ما واسمو سوا خرجتها.
عسيتها وحاولت اني تاني باش ما نغفلش عليها لانه على بالي بلي تبطى ومامتو ما ننساش. هنا بعد ما طابت واش حكمت حباتين قسمتها على زوج وانا عصرتها بيدي هكا، تحبوا عصروها بالعصاره، شمخوها بالتشينه باش تجي بنينه. شمخوها بالتشينه يعني ماشي سر، ولا من الاحسن انكم تشمخوها بالتشينه هكايا، راح تجي طريه وتجي بزاف بنينه وفيها ذوق البرتقال، راح تجي روعه روعه روعه، وراح تدمنوا عليها، راح ترجع لكم هذه الكيكه ادمان. وشربتها انا مع لاتاي وبصحتكم. ودوك نوري لكم نقسمها لكم باش نوريها لكم انه كانت سخونه، مي قلت انه نوريها لكم كيفاش جات. يعني شوفوا طريه وهشه، البيبي ياكلها. شوفوا جات هايله مع انه سخونه وما قدرتش نقاومها. للحق لا فيديو لهنايا يعمل لي لايك واشترك في القناه وشجعوني بتعليق وقولوا لي رايكم في التعليقات وجربوا الوصفه مش حتندموا، ودعموني وشجعوني يلا باش نوصلوا 2 قناه. طولنا بزاف 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 مع انه انا نستاهل. قولوا لي من جد الثقه. شكرا لكم والى